تخيل كده سنين بتشتغل وبتشقى عشان تجمع فلوس شقة أحلامك. كل جنيه بتدخله محسوب، وكل قرش بتوفره عشان توصل لهدفك، وفي الآخر بعد ما تدفع تحويشة عمرك وتستلم المفتاح تكتشف إن الشخص اللي باعلك الشقة أصلا مش مالكها. يا نهار أسود، موقف مرعب صح؟ تعالوا بقى النهاردة نتكلم في موضوع ممكن يخلي أي حد بيشتري شقة يجيله صداع، بس الأهم هنعرف ازاي نحمي نفسنا منه. هنتكلم عن اشتريت شقة واكتشفت ان البائع مش هو المالك. على فكرة الموضوع ده مش هزار، ده ممكن يضيع فلوسك ومجهودك كله. عشان كده لازم نفهم كويس ايه اللي بيحصل بالظبط وايه الخطوات اللي لازم ناخدها. اول حاجة بتيجي في دماغ اي حد بيشتري شقة هي العقد. غالبا بنبدأ بحاجة اسمها العقد الابتدائي. ايه بقى العقد الابتدائي ده؟ ببساطة كده هو اتفاق ما بينك وبين البايع ان انت هتشتري منه الشقة دي بسعر معين وهو هيبيعلك. ده مجرد وعد مش نقل ملكية كامل. يعني ايه؟ يعني العقد الابتدائي ده لوحده مش كفاية عشان تقول ان الشقة دي بتاعتي خلاص. دي يا جماعة خطوة اولى لكن مش النهاية. ايه الحقوق اللي ممكن تكون ليك كمشتري بالعقد الابتدائي؟ ممكن يكون ليك الحق ان انت تطلب من البائع ان هو يكمل اجراءات البيع وينقلك الملكية في المستقبل، خصوصا لو العقد ده متوثق أو عليه صحة توقيع. طيب ايه المخاطر؟ هنا بقى الكلام المهم. لو البائع ده مش هو الملك الحقيقي أو باع الشقة دي لحد تاني أو عليها مشاكل تانية، العقد الابتدائي لوحده ممكن ما يحمكش بنسبة 100%. ممكن تلاقي نفسك في دوامة. طيب ناس كتير فاهمة صحة التوقيع ده وهم. طيب صحة التوقيع ده درع واقي ولا وهم؟ في ناس بتفهم نقطة غلط في صحة التوقيع، لكن أنا عملت صحة توقيع على العقد يبقى خلاص الشقة بتاعتي ومحدش يقدر يكلمني. يا جماعة الكلام ده مش دقيق قوي. صحة التوقيع دي يا سيدي بتثبت ان التوقيع اللي على العقد ده فعلا بتاع البائع. يعني المحكمة بتشهد ان التوقيع ده بتاع فلان، بس هي ما بتقولكش ان العقد ده سليم ولا ان البائع ده هو الملك فعلا ولا ان الشقة دي ما فيهاش مشاكل. صحة التوقيع بتحميك من ان البائع ينكر انه وقع على العقد. يعني لو حاول يقول انا ما مضيتش على الورقة دي تقدر تثبت ان التوقيع بتاعه. لكن صحة التوقيع ما تحمكش من ايه؟ ما تحمكش من ان البائع ما يكونش هو الملك اصلا، او ان الشقة دي تكون مرهون او عليها احكام، او ان البائع يكون باعها لحد تاني قبل كده. هي مجرد خطوة عشان نأكد التوقيع، مش عشان نأكد صحة العقد او الملكية. طيب يا نهار اسود، البائع مش المالك. تخيل الموقف ده بالظبط، انت خلاص دفعت فلوس